أنا بحبك. انت شو صاير لك من اليوم اللي دخلت لحياتك هالصحفية وانت مقلوب كيانك فوقاني تحتاني؟ اللي صاير لي بيصير لأي بني آدم طبيعي عنده إحساس ومشاعر. أنا عشقان. كل شي بيجي بالقوة إلا الحب. يا ستي أنت سلاحك فتاك وإصابته بالقلب. في بنت أنا بحبها وعشقانة، عشقانة لدرجة إني ما بقدر أعيش من دونها ولا لحظة. بالنسبة إلي هي كل السعادة، وحياتي ما إلها قيمة وهي بعيدة عني. هاي البنت عندها ظرف وممكن أخسرها بسبب هذا الظرف. لا تفكر كونك ابن خالتي تقدر تتحكم بحياتي او تتدخل فيها ولو للحظة واحدة. أنا من أول ما شفتك مع مرام حسيت إنك تتغار عليها مني وعينك منها، فبلا هالأساليب الملتوية هي والحكي من فوق الأساطيح بس حتى تبعدنا عن بعض. نحن رجال وبنفهم على بعض، ورجال عيب تتصرف هيك. وسام انت عن جد احلى شي صار بحياتي، وانا حبيتك كثير من كل قلبي، وبوعدك اني ما رح انسى ولا لحظة عشناها مع بعض ولا لحظة. ماما الله يخليك بلاش جوازي. روقي يا ابني روقي. امي ما بدي روق، وعدني برضاي عليك ما تتجوز مرأة. قلت لك رح يجي لعندك برجلي ما صدقتيني. اخيرا يا تيتي، اخيرا رح اخلص من كل هالعذاب. حبيبتي في قصص وسير بالواقع أمر من الأفلام بمليون مرة. على كل إن شاء الله يطلع كلامه كله صحيح. إن شاء الله يا رب، بس لازم نعمل شيء. طيب حبيبي روح، الله يرضى عليك. خلص تركنا أنا وأمك، بكرة بنحل الموضوع إن شاء الله. روح. يعني شو رح تعمل؟ خلص معنا شهر لنحل فيها المشكلة، أنت لا تسبقي الأحداث. وإذا بتفكر بس مجرد تفكير إنك تحكي بهذا الموضوع حتى بينك وبين حالك رح أقلعك من الدنيا كلها. هاي البنت مرام بنت شيطاني ملعونة، لا يمكن تكون بشر عادي. يا ريتك سمعتني قبل. على كل الأحوال إذا بدك تقول لمرام قول، أنا ما عاد تفرق معي. على كل حال هلا ما عاد يهمني. انت ما اخذت شيء غصب عني.